بطل من قلب الشارع في بلد بتعشق الكورة وبتدور على البطل اللي شبهها. طلع واحد من قلب الشارع، مش من القصور. واحد كان بيلعب وهو حاسس بالناس، مش شايف نفسه عليهم. أنا عايز أفرح الغلابة. دي ما كانتش مجرد جملة اتقالت، دي كانت أسلوب حياة. حكاية ابن البلد حسام حسن مش مجرد لاعب ولا حتى مجرد مدرب، ده حكاية ابن بلد حقيقي، عاش نفس وجع الجمهور وشاف بعينه معنى الفرحة اللي بتيجي بعد طول صبر. اتحارب واتظلم واتقال عليه كلام كتير، بس عمره ما ساب حلمه ولا تخلى عن الناس. كان دايما بيلعب بقلبه قبل رجله، وبيكسب بحب الناس قبل ما يكسب بالأهداف. العودة أقوى العميد اللي استحمل ضغوط متتخيلهاش، وكل ما يقع كان بيقوم واقف وأقوى من الأول عشان خاطر جمهور كان بيحلم. ولما جه الاختبار الحقيقي وعلى أكبر مسرح في العالم كله، ما خافش ومفيش خطوة رجعها لورا. الملحمة حسام حسن كتب فصل جديد في الحكاية، وقاد منتخب مصر لملحمة تاريخية، ووصل بينا لدور ال16 في كأس العالم 2026. دي ما كانتش مجرد نتيجة ماتش، دي كانت صرخة أمل ورسالة لكل إنسان بسيط إن الحلم ممكن بجد يبقى حقيقة. بطل الشعب العميد اللي وعد يفرح الناس ووفى بوعده في ليلة خلت شعب كامل يعيط من الفرحة، من الشارع للمدرج للمنصة العالمية. رحلة بطل حقيقي ما نسيش هو جاي منين، وعشان كده وصل. وهنا التاريخ وقفة لحظة وكتب اسم حسام حسن بحروف من نور، مش بس كمدرب نجح، لكن كحلم اتحقق وبطل الشعب اللي انتصر في النهاية.